بعد لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب الإكوادور الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، قام موقع سوفاسكورا العالمي المختص في الإحصائيات والأرقام بتنقيط لاعبي المنتخب الوطني المغربي، حيث حصل نائل العناوي على أعلى نقطة، بينما كان أقل تنقيط من نصيب كل من إبراهيم دياز وياسين بونو. وجاء تنقيط لاعبي المنتخب الوطني الذين دخلوا في التشكيلة الأساسية على الشكل التالي: ياسين بونو 6.4، عيسى ديوب 6.8، شادي رياض 6.9، أشرف حكيمي 7.3، نصير مزراوي 6.8، ربيح ريمات 6.5، نائل العناوي 7.7، عز الدين أناحي 6.8، إبراهيم دياز 6.4، إسماعيل سيباري 7 نقاط، عبد الصمد الزلزولي 7.1. أما بالنسبة للاعبين الاحتياطيين فقد نال بلال الخنوس 6.9، بينما نال سفيان رحيمي 6.6، وشمس الدين الطالبي 6.4، وسمير المرابط 6.6، وأنس صلاح الدين 6.8، بينما لم يتم تنقيط ياسين جاسيم الذي دخل في الدقيقة 89، وبالتالي فقد تم اختيار نائل العناوي مسجل الهدف كأفضل لاعب في المباراة بتنقيط 7.7.